تعال أقولك على معلومة خبيثة جدا مش هتعرفها غير هنا بس. المعلومة دي إن في بعض الأطعمة بنقول عليها الأطعمة السلبية. يعني إيه السلبية؟ أو ليها تحتوي على سعرات سلبية. يعني ممكن أكلها في الدايت بطريقة حرة، يعني ممكن أكلها في وسط النظام وما تبوظش السعرات أو ما تزودش في السعرات الحرارية بتاعتي. إيه الأطعمة دي؟ في حاجات متوقعة وفي حاجات غير متوقعة. من الحاجات المتوقعة زي الخيار، الكرفس، الخس، المشروم الفريش طبعا مش المشروم الكاند، دي من الحاجات اللي ممكن نكون متوقعينها. البصل مثلا من الحاجات دي. الجزر كمان ممكن نعتبره كمان من الأطعمة الحرة، ممكن ناخده بطريقة حرة. الفراولة من الأطعمة الحرة. وآخر حاجة الفلفل أو قرن الفلفل الحراق. دي الحاجات اللي لو أنا جعانة في وسط أي نظام غذائي ممكن أخدها بأي كمية في أي وقت ومش هتأثر على سعراتي تماما. ياريت تجربوا التبس دي ولأنها هتفيدكم جدا وهتقلل الجوع والشراهة للحلويات.